ها، زعلان اليوم. أكيد. ما يعني الواحد ما يقدر يقول شيء عن الشباب. 13 سنة صفرية، ما تحقق بطولة، ما نافست على شيء. آسيا طارت، الدوري طاير من زمان. منافس على الهبوط، يعني أنت توصلك جد حيلك أول 5 مباريات 7 مباريات، بالأخير كذا قال لك تضمن الحين تلعب كلاسيكو، تلعب شو اسمه ديربي، ما يهمك المدرب، ما يهمه. والفترة شو اسمه فترة الانتقالات راحت، فترة الانتقالات خلاص الجاية ماشي، ما راح توقع مع أحد وتجيب لك لاعبين. يعني أنت الحين فرحان بكراسكو، كراسكو ايش قاعد يسوي؟ شيء، سجلت هدف ضمنته، ما سويت شيء. يلا قاعد الحين بالدفاع وقاعدين حاشرين بالدفاع. دخل كارلوس جونيور ما سوى له شيء. يعني واحد ما يدري وش يقول. يعني واحد يجي يحجز تذكرة ينبح صوته، ما يهم اللعيبة. إذا أنت مو قد هذا الشعار إنك تلعب فيه بروح، اقلب الباب من النادي. نبغى لاعبين يلعبون بروح ولا لا تجيبون لاعبين. أنا بس أبي الزمان يرجع شوي عشان نحس بالروح. يا ليت يجي لاعب زي السيد العمران يعلمهم كيف الروح. ما تدري وش بس. وش اسمك انت؟ عبد المجيد زين. عبد المجيد، تحس انك عندك الرغبه انك تحضر مره ثالثه ورابعه او لا؟ بصراحه. على هذا المستوى لا. ها؟ على هذا المستوى لا. لا ولا. الفريق مو قاعد يسوي شيء، جاي لاعب يلعب كذا بس عشان شهرة ولا يستعرض ولا شيء. أما فريق يجي زي كذا ما يلعب روح، ما يلعب حاسية إن هذا الجمهور حاضر عشان يشوفك تفوز، عشان تفرح، عشان تطلع تفرح. يجيك ناس من جدة، لا فريق صاعد، يجي يحط لك ريمونتادا، مدرب ما ادري ايش قاعد يسوي. بصراحة ما تعرف ايش تقول عن هذا النادي، تعبنا والله. يلا شكرا لك يا عبد المجيد، يلا. بالتوفيق ان شاء الله.